السلام عليكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا حبايبي الغاليين. النهاردة بقى هنعمل مع بعض نوع من أنواع المعجنات، سهل اقتصادي وكمان مغذي. هنعمل مع بعض القرص الطرية المحشية بالعجوة. عايزة أقول لكم إن هي من جمالها مش هتبطلوا تعملوها، هتعملوها على طول. شايفين الطراوة؟ ممكن كمان تتحط في الفريزر، تطلعيها تاكليها كأنها لسه طازة معاكي. تعالوا بقى نشوف مكوناتنا السهلة الاقتصادية جدا الموجودة عندنا في البيت اللي هتعمل معانا الجمال ده، ونقول بسم الله. هنزل كده في بولة بكوباية ونص من المية الدافية، عليهم معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. قلبي كل ده مع بعضه كويس لحد ما تلاقي السكر ده كويس مع الخميرة والمية. بعد كده هعمل ايه عشان اتاكد ان الخميره ناجحه معايا واشتغل بيها وانا مطمنه؟ هنزل بنص كوبايه من الدقيق وهقلبها واخلطها كويس جدا مع الخميره، وهركنها لمده ربع ساعه لحد ما اشوف نتيجه الخميره شكلها ايه. والطريقه دي حلوه جدا في المعجنات، بتطلع معاكي عجينه روعه زي ما انتوا شايفين. حجمها زاد معايا وعملت فقاعات كده وحجمها الضعف، يبقى كده الخميرة ناجحة معايا 100%. بنزل الخمر كده بالراحة وببدأ انزل بربع كوباية من الزيت. اخلطي كويس الزيت مع خليط الخميرة والسكر والمية، وابدأي بقى انزلي بالدقيق اللي محتاجاه السوائل دي. طبعا المقدار ده عمل معايا نص كيلو من الدقيق. نزلت زي ما انتوا شايفين بثلاث كوبايات كده على بعض، عليهم معلقتين كبار من اللبن البودرة، عليهم رشة من الملح. عايزة تستغني عن اللبن البودرة ومفيش مشكلة خالص. حطيت هنا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ودي برضو محسن لجميع انواع المعجنات معاكي، هتطلع العجينة طرية وهشة. بعجنها كويس لحد ما تلم معايا وبسيبها تخمر لمدة نص ساعة وهبدأ اشتغل فيها. بكون بقى محضرة العجوة. انا هنا معايا العجوة، نزلت عليها بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي ورشة من القرفة. مش حابة القرفة بلاش تحطيها. ابدأي شكلي بقى العجوة بتاعتك كده زي ما احنا شايفين، كور على قد حجم القرصة اللي هتعمليها. هشكل الكمية كلها كده الأول عشان يبقى سهل معايا إني أشتغل في القرص. العجينة خمرت زي ما انتوا شايفين حجمها الضعف ازاي. هبدأ بقى انزل الخمر ده كله كده بالراحة عشان ابدأ اشكلها اقراص او كور صغيرة حسب الحجم اللي انتي حباه. هاخد بقى قطعة قطعة وهبدأ اشتغل بيها. تعالوا كده نشوف مع بعض الشكل اللي في اول الفيديو ده طلع معانا ازاي. مسكت انا كده القطعة عملتها كورة، الكورة يعني قد كده عين الجمل او اكبر شوية. ببدأ افردها كده بالايد بالراحه خالص على الرخامه، واحاول افرد من الاطراف واخلي النص ده مليان معايا شويه، علشان انا لسه هحط العجوه وهقفلها كمان. بمسك بقى الكره بتاعت العجوه كده بفردها، بخليها مبططه كده شويه، احطها على العجينه وببدا اقفل كده من الجوانب بالراحه خالص. قفليها كويس جدا من النص. شايفين؟ اعمليها سره كده واقفليها حلو عشان العجوه ما تطلعش منك. ابداي اضغطي عليها كده بالراحه بايديكي. وبعد كده بقى هبدأ أشكلها. هجيب غطا ازازة وهبدأ أعمل يدوب كده في النص عشان أعلم النص بالظبط. وبمقص المطبخ اللي عندك بقى هتبدأي كده من الجوانب تعملي فتحات صغيرة، يعني ما تجيش لحد النص وتروحي قاطعة، لا. احنا عملنا العلامة دي عشان نخلي بالنا واحنا بنشكل القرص. طبعا انت مش حابة الشكل ده ومش عايزة تعمليه او صعب عليكي شوية، ممكن تبططيها عادي جدا، ويدوب من النص كده هتعملي بالسكينة فتحتين او شرطتين، يعني على شكل رقم 11 كده في النص. والغرض ان انا بفتح القرصة ليه؟ علشان ما تقبش معايا جامد كده، تبقى عاملة زي العيش الفينو والاقيها علت وما بقتش باينه، وممكن الوش كمان يتفصل عن الحشوه نفسها، يعني الاقي كده الوش طالع. عشان كده بعمل فتحه في القرص بتاعتي. تاني بوريها لكم اهي. ببدا افرد من الحروف واسيب النص مليان شويه، احط العجوه واقفل عليها كويس جدا، وببدا افردها واشكلها زي ما انا عايزه. زي ما انتوا شايفين الموضوع سهل جدا وبسيط مفهوش اي حاجه. هبدأ بقى اعمل الكمية وارصها في الصواني. طبعا حابة تدهني دهنة زيت، هتبقى دهنة زيت خفيفة جدا، يعني هدهن دهنة زيت خفيفة جدا علشان القرص من تحت ما تتلسعش معايا. النار هتبقى فوق المتوسطة وهحطها على الشبكة. طبعا اي معجنات مش عايزين نار واطية علشان ما تنشفليش العجينة. طبعا شايفين الشكل جميل ولذيذ وطلع شكله تحفة بجد.
هعمل الكمية كلها كده وبسيبها تخمر بقى لمدة نص ساعة. بحضر لها بقى خليط. انا هنا خلصت الكمية وعملت بقى عندي صفار بيضة وشوية حليب على شوية فانيليا. اخلطيهم كويس وابدأي ادهني الوش بيهم بالراحة. مش حابة حركة البيض، ممكن تعملي شوية حليب مع شوية من القهوة سريعة الذوبان وهيديكي لون برضو جميل ونتيجة حلوة جدا. خلاص ببدأ ادهن الوش كله كده، وحاولي ما تكتريش قوي من الدهان علشان ما يخليكيش الوش احمر او يتحرق منك بسرعة قبل ما العجينة تستوي معاكي. يعني على خفيف كده هتدهني بالراحة، وهتبدأي بقى تزينيها. عايزة تحطي حبة البركة او سمسم اللي انت حابة، عايزة تدخليها كده من غير دهان خالص ومن غير اي رش على الوش ممكن. هي طعمها اصلا تحفة، طعمها روعة. مش هتاخد معاكي في الفرن الصينية مش هتاخد 10 دقايق وهتكون طالعة بالشكل ده. هتسيبيها تهدى خالص، هتلاقيها طرت جدا وراحت زي السفنج كده. شايفين من تحت شكلها ايه؟ عايزة اقول لكم بتدوب كده دوبان. دي بقى مع كوباية شاي ولا شاي بلبن ولا نسكافيه كابتشينو حاجة تانية. حبايبي جربوا الطريقة السهلة دي في عمل القرص الطرية بالعجوة. انا متأكدة ان انتم مش هتبطلوا تعملوها بالطريقة دي. وحبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.